يلا نعمل مع بعض كده مسقعه ينفع ناكلها في الدايت عادي جدا، او لو حابين ناكل اكل صحي. هنا معلقتين زيت كبار، هنزل بنص معلقه توم واديهم تقليبه كده مع بعض لحد ما التوم تاخد لون اصفر كده حلو. ما تحروقوش التومه يا جماعه، بتمرر الاكل وبيبقى طعم الاكل مش حلو بعدين. فاحنا نديها لون اصفر ذهبي كده حلو خفيف، بيطلع الاكل في الاخر طعمه زي العسل. وبقلب معاكم التومه، وطبعا كنت بدردش بس في الاخر بقى سحبت الصوت واديني بحطه لكم من اول وجديد. تمام. هو انا ليه طولت قوي كده في التومه؟ معلش يا جماعه، اكيد كنت برغي معاكم عشان بحب اتكلم معاكم قوي الحقيقه. وادي اللون اللي انا بحب اخده، ونزلت بالطماطم، عصير طماطم مضروب مع حته بنجر صغننه قوي. بحب قوي اضرب الطماطم مع بنجر، قيمه ولون وكل حاجه حلوه وطعم حلو كمان للطماطم. واديها تقليبه بقى واهدي النار واسيبها لحد اما تستوي. اكون ظبطت الخضار بتاعي وبعد كده نرجع لها احنا الاتنين سوا. هشوح الخضار بتاعي كله في معلقه ونص زيت. دي نص معلقه زيت. وهبدا دلوقتي بالبطاطس وهديها تشويحه لحد ما البطاطس تاخد معايا لون. تمام. او لون خفيف حتى، بس اديها تشويحه. لان انا هو كان ممكن نحطها ني في ني، بس حسيت الخطوه دي بتفرق شويه في طعمها وبتديها طعم احلى. تقدروا تحطوا طبعا معلقه ونص دي على الخضار كله، تدخلوه اير فراير او تدخلوه الفرن زي ما انتوا عايزين، بس انا اديت له تشويحه كده على النار ومخدش معايا وقت. دلوقتي البتنجان، بصوا دبل معايا ازاي. انا مستخدمه بطاطسايه بتنجانيه وكام قرن فلفل. دلوقتي بقى خلصته، هحطه برضو جنب البطاطس. واخر حاجه هعملها مع اخر نص معلقه زيت واقل كمان من نص معلقه زيت، الشطه حطيت لها حته صغيره قوي من الزيت. هنزل بقى بفلفل اخضر حلو وحراق. حلاوه المسقعه يا جماعه انها تبقى سبايسي كده وحراقه، فزودت شويه الفلفل الحراق. وهديله برضو تشويحه لحد ما يتشوح معايا وياخد لون برضو، لون خفيف حتى او براحتكم في اللون زي ما انتوا عايزين. شايفين؟ او بس كده وهرفعه من النار. وكالعاده جنب اخواته البطاطس والبتنجان، حابين تضيفوا المسقعه دي لحمه يا جماعه ضيفوا لها، تمام شغال، بس انا بحب المسقعه على كده. هحط لها بقى رشه ملح اهو. بحب حتى لو ظبطت الملح بتاع الصلصه بحس ان انا لازم ارش ملح للخضار بتاعي. تمام. ادي الصلصه بتاعتي حطيت لها بقى، ظبطت الملح كزبره وكمون وتقليبه، وهزود لها شويه ميه واسيبها تغلي على النار. انا بحب اضيف ميه مغليه اصلا، لو انتوا حابين تضيفوا ميه عاديه وبعد كده يغلي كله مع بعضه. تمام شغال. تمام. ادي لونها يا جماعه الاصلي، الافكت كان ظالمها شويه. تمام. بعدين بقى هرص الخضار بتاعي في الطاسه الصغنونه دي، بحب الطاسه دي جدا جدا جدا. احط فيها الخضار بتاعي، بس هي للاسف مش هتشيله كله، فركنت شويه وكنت محتاره اقول لكم اعمل فيهم ايه، اعملهم مسقعه تاني ولا ادخلهم في وصفه. في الاخر رحت حطيتها على الصينيه بتاعت ماما المقليه عادي جدا. دلوقتي بقى هاخد الطبق المسقعه القمر بتاعي ده واحط له الصلصه بتاعته واسيبه يغلي على النار غلوتين 3 كده لحد اما الخضار بتاعي يستوي. لان زي ما انتوا عارفين احنا مش قالينه فهو لسه مستواش كويس. فهديله شويه وهزود على فكره هخفف الصلصه لاني حسيتها تقيله، فخففتها بشويه ميه. ودي المسقعه بتاعت ماما كنت بوريها لكم واهو. تمام. سبتها تغلي زي ما قلت لكم ودخلتها الفرن، ولما طلعت من الفرن وريتها لكم. ادي شكلها وطعمها بجد، والله طعمها بجد بجد حلوه وتحفه. ناكل منها بضمير مرتاح جدا من غير تأنيب ضمير خالص. وبقى ده فيديو النهارده، يا رب تكون الوصفه عجبتكم. لو عجبتكم الوصفه متنسونيش بقى من اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان نكبر مع بعض. واسفه على لولو، باي.